احذر الفيلة في رمضان. ممكن تتعجب من العنوان، لكن مش هتتعجب في الآخر بعد ما تسمع القصة دي. بس خليك مع الفيديو للنهاية. جلس الإمام مالك في المسجد النبوي كعادته يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلاب قاعدين حواليه بيستمعوا. فشخص في المدينة قال بصوت عالي: جاء للمدينة فيل عظيم. ومحدش من أهل المدينة شاف فيل قبل كده خالص. فالطلبة كلهم قاموا وجريوا عشان يشوفوا الفيل، وسابوا الإمام مالك إلا يحيى ابن يحيى الليثي. فقال له الإمام مالك: ليه ما خرجتش معاهم؟ هل شفت الفيل قبل كده؟ قال يحيى: إنما جئت للمدينة لأرى مالكا لا لأرى الفيل. لو تأملنا القصة دي هنلاقي إنه واحد بس من الحضور هو اللي عرف جالي المدينة ليه وإيه هدفه، عشان كده ما بيتشتتش وما بيهدرش مجهوده في الفاضي. أما الباقيين فطلعوا يتفرجوا، فبص لعظمة الفرق بينهم. فكانت الرواية اللي نقلها يحيى ابن يحيى الليثي عن الإمام مالك هي المرجع الأساسي للموطأ. أما غيره من الطلبة المتفرجين ما ذكرهمش التاريخ ليني. وفي زماننا دي بيتكرر كثير الفيل، ولكن بصورة مختلفة وبطرق متنوعة، وخصوصا في رمضان. فالناس في رمضان صنفين: صنف حدد هدفه وهو عارف عايز ايه من رمضان وايه هي الثمرة اللي عايز يحصلها فيه، وصنف تاني غافل ومفرط بتستهويه انواع الفيل المختلفة. فالقنوات الفضائية والمسلسلات والافلام وغيرها هي فيلة الزمان دي، فاحذر الفيلة وبريقها، لانها ممكن تاخد منك افضل اوقات السنة.